بقول لك ايه يا حاج؟ ايوه يا بنتي. قصدك في خدمه؟ اموريني. عايزه فلوس؟ لا، انا هديلك انت فلوس. تديني فلوس؟ اه، هديك 20,000 جنيه ايوه. بمقابل تتجوزني يومين. نعم. اتجوزك يا بنتي؟ عيب عليك الكلام ده. ده انا قد ابوك، ده حتى الناس تستعجب. ما انت عشان قد ابويا انا بطلب منك. بص يا حاج، انا هجيلك بصراحه. انا كنت متجوزه واحد عرفي وكان معانا الورقتين، وهو خلي بيا وخد الورقتين وقطعهم وهرب، وانا اهلي كانوا عارفين ان انا متجوزه عرفي، ودلوقتي هم عايزين جوزي وبيقولوا لي لازم جوزك يجي معاكي. ليه هم ما شافوش يعني؟ لا ما شافوهوش. انا اعمل ايه دلوقتي؟ اعتبرني زي بنتك وقف معايا. معلش يا حاج. خلاص يا بنتي. وانت اولى بالفلوس. لا انا مش عايز فلوس، انا هوافق. ربنا يخليك يا حاج. وعدك بس يا بنتي. طيب يلا بينا. لا حول ولا قوة الا بالله. انا هكلم المأذون وهظبط كل حاجه. ايه ده؟ الحق يا احمد. في ايه يا شيماء؟ البنت وقفت راجل كبير برضه في السن وبتتكلم معاه. طب بقول لك ايه، احنا مالناش دعوه، يلا خلينا. مالناش دعوه ازاي يا احمد؟ احنا لازم ننقذ الراجل منها. يا ست احنا مالنا يا عم انا شاكه في الحوار والكلام العبيط اللي هي بتقوله ده، اصلا تكون بتجيب شباب وبتضحك عليهم. يعني هنعمل ايه يعني؟ تعالى نروح ننقذ الراجل من ايه ده راجل كبير برضه مهما كان. والله انا من رايي مالناش دعوه، ويلا يا شيماء يلا. يا احمد يلا بس اسمع الكلام ده، قد ابوك يا احمد، ترضى على ابوك. يلا يا شيماء. يلا يا احمد. فين يا بنتي البيت ده؟ هنا يا حاج. واهلك هنا بقى كلهم؟ كلهم مستنييننا جوه. يلا يلا بينا. شيماء. ايوه يا احمد. انا بصراحه كده الموضوع ده بدا يقلقني، يلا نرجع ومالناش دعوه. نرجع بعد ما جينا لحد هنا، وبعدين انا قلقانه على الراجل ده، انا حاسه ان دي مؤامره مش موضوع سهل خالص. لا بقول لك ايه، خلينا في حالنا يلا. يا احمد يلا بس انا هروح يا احمد لو انت مش عايز تيجي. شيماء يا بنتي. اتفضل يا حاج، اتفضل ادخل. السلام عليكم. عليكم السلام. احنا اهو في ايه؟ مفيش حاجه. مفيش يا حاج. ايه يا اسراء، انت خرفت ولا ايه؟ خرفت ايه؟ الجثه اللي انت جايباها ده راجل كبير. وايه يعني؟ ده اللي لقيته. مش تحمد ربنا؟ انت تعرف انا بوقف كام واحد علشان واحد بس يوافق ويرضى يجي معايا؟ ده اللي بناخده منك. هو ده اللي بناخده منك. هو بس يبان من بره كده ان هو كبير، بس ما تقلقش صحته بومب يا اخويا. في ايه؟ في ايه؟ ارجع ورا يلا، ارجع انا خلاص بلغت الشرطه وزمانها جايه دلوقتي. شرطة انت شرطة عايز ايه؟ ايه؟ لا شرطة ايه؟ بتاعت الراجل اهي. سمعنا كل حاجه، والراجل الكبير اللي انت كنت لسه داخله بيه بيت. طب بس ثانية اهدوا كده، اهدوا انتوا فاهمين غلط. ده هو تعب ادخلي شويه. ادخلي هاتيه. ده هو تعب شويه ودخل جوه. تعب شويه انت بتضحكي علينا. يلا يا بت. ثانية ادخلي هاتيه. انا هجيبه يا حاج. يا استاذ. مش مستاهل. انتوا ليه بتعملوا كده؟ انا كنت ناوي اعمل خير. ما انت هتعمل خير يا حاج، بس هعمل ايه بس؟ استنى يا احمد، استنى يا احمد. تعالى يا حاج، قوم. يا قوم اسراء، حاج. في ايه؟ في ايه وزفت ايه؟ اسكت خالص، اسكت خالص. يلا يا حاج، يلا يا حاج عشان تروح. اسكت. يلا يا حاج، يلا يا حاج. الحاج اهو سليم وكويس ما فيهوش اي حاجه. يلا. هو بس كان تعبان شويه وانا دخلته جوه يرتاح شويه. يلا روح يا حاج. كويس عملوا فيك حاجه؟ كويس. يلا نمشي، يلا نمشي. بتقول لك بتساعد، ولو انت تعبان في الشارع جايبها تساعد يا اخي. طيب انا بقى مش هتحرك من هنا غير لما ابلغ عليكم الشرطه. تبلغ ايه؟ انت اتجننت ولا ايه؟ بقول لكم ايه؟ لازم نمشي من هنا. هيبلغ. يلا نمشي من هنا. يلا نلم حاجاتنا ونمشي من هنا. يلا. بقول لك يا حاج، الناس دي مش هينفع نسيبها، لازم نبلغ عنهم. الله اعلم كانوا يعملوا فيك ايه. عندك حق يا ابني، ده الاوضه اللي انا دخلت فيها دي كان اوضه الدكتور بالظبط. بس يبقى هي كده واضحه زي الشمس.